مواكب الحسين عمي ترى دمرتونا، أديتوا العالم. قول يا الله حبيبي، صل على محمد. ليش مشنج؟ ويك هذا ولا عنده أخلاق. لا يا تربية سز. ارجع انت وياه. شنو جاي نخدم لو نتعارك؟ سيد رحمة والدك ما جاي يشوفه جاي يحكي. كبيركم وين؟ صيح لي ارد اسولف وياه. ما عندنا كبير حبيبي، كبيرنا الحسين. بس اريد اعرف السيد شلون متحمل هيج وادم. انت ابو الموكب مو صح؟ تفضل احكي. موكبكم ساد الشارع ومؤذي العالم. خذ انت ايش هاي؟ خويا هاي القاع قاعنا والبنايه بنايتنا والموكب موكبنا، وحتى اذا نريد نطلع بالموكب نفتر فنفتر بالدرابين، واذا اضطرينا نمشي بالشارع فنمشي لنا شويه ونخلي سايد مفتوح. وشغله ثانيه، انت ذاك اليوم مو ابنك على الراس وبالساعه قاطعين الشارع انت وعمامك والرمي حارق الجو. اي على مود ابن حلال وعلى مود الحسين حرام. وهو من يمهم غفور رحيم ومن يمنا شديد العقاب. اذا تريد ترجع للمنطق فالمفروض الشوارع بكل الاحوال ما تنسد. سيدي انت تحكي هيك؟ ترى مساله طبيعيه، نقدر نخدم امامنا من دون ما نسد اي شارع، ما اعرف ليش مصعبوها. شلون سيد؟ احيانا اهل المواكب ينجبرون يسدون الشارع. او الموكب اذا انجبر ينزل للشارع العام فمن المفروض يخلي كادر ينظمون سير الموكب، وايضا بنفس الوقت يتركون مساحه لمرور السيارات، لان المنطق يقول اكو حالات طارئه ما تعرف وش وقت تجيك، ممكن انسان مريض، ممكن امراه عندها ولاده، ممكن شخص صاير وياه حادث. عندكم ليله السابع مدى ليله الثامن ترمون بالجو وحارقين ومذنب على شنو؟ ما تقولوا هذا الرصاص وين يطيح على طفل على جاهل. اهل البيت بريئين من هيك بشريه. احنا اهل الهيئات واهل المواكب كذلك بريئين من هيك افعال تاذي الناس وتخالف الشريعه. حبيبي اي شخص يرمي باي مكان سواء بجامع بموكب بعرس بفاتحه كائنا من كان يرمي، المفروض الدوله تاخذ بحقها كل الاجراءات القانونيه، مو كل شيء تدبوا براسنا. بس سيد اعرف انت من يا ديانه، طائفتك شنو؟ انا عندي عقل، عرفت كل الديانات وكل الطوائف وامشي ورا عقلي. هو انت لو عندك عقل تعوف دينك؟ ايه هسه عدله. برايك ابوه راح يعطيها؟ لا طبعا لا، يسويها دمايه وما يعطيك اياها. يا اخي والله تعبت هسه، غير افتهم انا شو مسوي؟ انت شيعي وهي سنيه وراح تاكلوها سويه. الله لا يوفق كل من يسوي وظائفي، هسه انا شنو ذنبي؟ ايه بعد سولف لنا على شنو معترض؟ اذا هم اللي يعترضون على مواكب الحسين كلش هواي. انتم هواي يزبلون بالشارع وتوسخون. اذا تركز لي على ذولاك الخدام الابطال 24 ساعه بس ينظفون بالشارع طيله ايام الخدمه، وحتى ورا الخدمه عندهم فعاليات ايضا ينظفون. يلا اخويا خلصنا، ماذا شيء؟ محفظة اليوم ثالث مرة ألقى محفظة. كالعاده ودينا الموكب خلونا من الامانات. سيد أنا المحفظة من لقيتها مكتوب عليها رقم. هاي محفظتي وين لقيتوها؟ مالتي الباحة ضيعتها، حتى حاط رقمه عليها. صدق انا المحفظه بها رقم، شو نهايه رقمه؟ 80. هاك زي ما طلعتنا حراميه. أما هالثواب الإمام الحسين. بابا هو انا اعطيكم يلا اطيق ثواباتكم. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا افرغ علينا صبره. ما يخالف بابا حبيبتي، تحمل الخاطر الحسين. إذا أنت صدق حبيبي أخذ له حقه من هذا ضربني. سيد ايش وقت راح تحاكي؟ مو حتى ضربتك. والله لو ضارب بنتي جا كسرت رجلي. استغفر الله رب واتوب اليك. تعال بابا حبيبتي تعال، يلا خلينا نطب جو. عافيه. حملك خليش دائما تتحملين على مود الحسين. اي والله عاشت دينا. اقول لك صدق تذكرت مرتك ليش راحت لها زعلانه؟ دسكت خويا، تريدنا اجيب لها هدايا غاليه واسوي لها عمليات تجميل نفس ذن المشهورات، وانا حال الضيم حالي. بس اللي ادري بيه مرتك محترمه واهلها محترمين، ايش عجب سوت هيك؟ اي صحيح، بس قامت تطلب هيك بسبب ذن المشهورات، جبت هيك وسويت هيك وتعلمت منهن هاي السوالف. اي والله ذن خبلن بناتنا، الله يهجم بيوتهن نفس ما هجمن بيوتنا. والله يا اخوي انا رجال على قد حالي، وبعض المشهورات ما ادري منين يجيبن الفلوس، ويخلن زوجاتنا يتخبلن علينا تخبل. وين اروح يا ربي؟ وين اطوج؟ هذا موكب الحسين. يا رب سترك يا الله. يا ولد الاولاد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. اخوتي الحقوني، وين خدام الحسين؟ بيت احترق ومنتجوا، فزعوا اخوتي.
يلا جيب المي. الكل خليه يطلع. راح ننحصر هنا نطلع كلكم. لا يا اخوتي، عليك مصاب الحسين، عليك دمعة رقيه، بنتي ما لها شغل بسوالفي، وبدليل هاي صورة العباس، هاي بنتي معلقتي، فدوى روح لك انقذ بنتي، داخل على الله وعليك يا اخوي. اعذرني يا مولاي، رايتك راح ادخلها للنار. بشرني بنتي ميتة لو عدلت.